سلام والحلوين تاوعي، كي راكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. انا راني صافا الحمد لله يا ربي يدوم النعمه عليا وعليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو نلقاكم كامل يا ربي بصحه لاباس عليكم. المهم الحلوين تاوعي، اليوم كان عندي نهار كامل شارجي. يا جيت نشارك معكم واش درت فيه من الصباح حتى لليل. شوفوا، مع الاول خرجت انا وماما نشرو شويه هكا حوايج الامجد، ما شاركتوش كامل معكم، يعني شاركت غير شوي ما شاء الله. ولا كبر ولا كل يوم يحتاج جديد. المهم لقيت شويه حوايج شابين، ومن بعد كاش فيديو ان شاء الله نوريه لكم. ومن بعد كانت عندي حفله عيد ميلاد تاع وحده من قريباتي. لا فيغيتي الجو كان هايل، اضحكنا لعبنا تلاقينا مع لا فامي. يودي فوتنا واحد النهار بزاف شباب. بعد ما كملت الحفله قلت علاه ما نبدلوش شويه جو، وعيطت لماما قلت لها حطي لي امجد وليدي وروحي نتعشاو برا لا فيغيتي. رحنا تعشينا في هذيك الجاردة تاع اول نوفمبر، وكانت السهره خفيفه ظريفه. واكيد ما ننساش صورت لكم الاجواء باش تحسوا روحكم معايا. خليكم معايا في الفيديو باش تشوفوا كلش بالتفصيل. لما ننساو اصحاب الباك نقول لهم مبروك عليكم الباك. فرحت لكم من قلبي، من صميم قلبي، ماشي من قلبي. تستاهلوا كل خير على التعب اللي تعبتوه، على المجهود اللي درتوه. ربي يفتح لكم ابواب النجاح اكثر واكثر، وان شاء الله باذن الله مستقبل يكون زاهي كيما قلبكم. والفرحه هذه ما تتعوضش. نقول لكم عيشوها بالطول والعرض وافتخروا بها، راهي بدايات المشواركم الجديد ومليانه ان شاء الله باذن الله انجازات. نقول لكم مبروك مره اخرى، والله يوفق الجميع. واللي ما جابوش الباك ومنهم بنت خالتي نقول لهم معليش يا الحلوين تاوعي، ماهيش لا فون دو موند، غير بشويه وربي يفرج عليكم. المهم شوفوا، ما تقعدوش مكتفين من الدين، ديروا حاجه في يديكم، ديروا انفورماسيون، ديروا ستاج، اقروا بالمراسله. المهم ديروا حاجه تستفادوا بها وتصيبوها ان شاء الله. هذه هي الحلوين تاوعي. المهم كاينه واحده الحكايه راح نحكيها لكم. بحثت لي واحده في الانستغرام قالت لي يا فوتون، كل ما ندابز انا وراجلي يقول لي روحي، وكي نروح لدارنا قالت لي ما يسقسيش عليا وما يبعثليش المصروف وما يديهاش كامل فيا، قالت لي حتى نولي انا وحدي. قولي شوفي حنونتي، انا راح نعطيك رايي بكل صراحه. شوفي الراجل اللي يهدد مرته كل خطره يقولها روحي، وكي تروح ما يسقسيش عليها وما يبعثلهاش حتى المصروف، هذا الراجل يعني مش عاطيها قيمتها اللي تستاهلها. العلاقه الزوجيه لازم تكون مبنيه على الاحترام، مبنيه على الحوار، الاهتمام المتبادل، ماشي على التهديدات ولا مبالاه. كي يقول لك روحي كل ما تداقاو ولا كل ما تدابزو كيما قلت انتيا وتروحي ما يسقسيش عليك، راهو يبين لك باللي انت كاينه ولا ما كاش كيف يعني ما تفرقش عنده. وكل ما يسقسيش عليك كي تروحي راكي تشوفي يعني بعينك باللي ما عندوش استعداد يخسر شويه من كرامته ولا يتنازل باش يعيط لك يسقسي عليك ولا باش يرجعك. الحل اشتاهو؟ انا نقول لك يا حبيبتي راجعي الموقف تاعك، سقسي روحك واش هذه العلاقه تنفعك، واش تقدري تكوني فيها بيئه صحيه ليك ولولادك. قيمتك كبيره وما تستاهلش تكوني مع الشخص اللي يسمح فيك، اللي يطيح من قيمتك، اللي يطيح من كرامتك، اللي يخليك تروحي لداركم وما يسقسيش عليك، وكي تتضايقي وتروحي تغضبي وما يرجعكش ترجعي وحدك. انا رايي قبضيه، هضري معاه بكل صراحه. بصح كي قبضيه يعني ما يكونش منرفي، ما يكونش مقلق. قبضيه في وقت يعني مناسب، فهمتي؟
وهضري معاها عادي جدا. قول له انا مانيش بوبيا بين يديك، تقيسها وقت اللي تبغي، ترجعها وقت اللي تبغي. نهار اللي نتلاقاو نغضب نروح لدارنا ما تقصيش عليا، ما تقصيش على وداك، ما تبعثليش المصروف، ما ترجعنيش حتى نرجع وحدي، وكل مره تهددني، كل مره تخليني نرجع كما قلت لك وحدي. هكا راك تطيح لي من قيمتي ومن حبي، من حبك في عيني. وضحي له باللي هذا الأسلوب اللي راه يتعامل معك به راهو ضرك، ولازم يكون يعني بيناتكم احترام، وإلا العلاقة راهي حتزيد سوء. وإذا رجع وقال لك روحي وما قيمكش ودار نفس الجست، انت ثاني كي تروحي تغضبي في داركم جربي يعني يقول لك جربي قد ما تقدري ما ترجعيش بالخف، خليه يحس بقيمتك. مرات كي يلقاك الراجل كي يلقى المرأة دايما ترجع وحدها، دايما مانيش عارف كيف هنايا، يولي هو يستهان بيك، فهمتيني؟ وثاني حبيبتي نقول لك خمي من على 5 سنين، خمي في وليدك واش رايح يكبر في هذا الجو تاع التهديدات والمضايق ولا مبالاة. اذا ما بان حتى تغيير نقول لك حبيبتي فما خمي مليح شي تقدري ديري، شي تقدري ما ديريش. وثاني ديري خطوات احمي بها نفسك وكرامتك. وفي الاخير نقول لك الراجل ماشي هو كل الحياة، وكي يكون ما يقدركش لازم توقفي وقفة بنت فحلة وتحمي روحك من الذل ومن الوجع. ماشي كل مرة لازم لها تصبر، كاين الصبر سيفغي يعمر، وكاين الصبر اللي يكسر. هذه هي حبيبتي، هذا هو رئيس الصريح. إذا عجبك، إذا ما عجبكش الله أعلم. المهم خلي لي رايك، وهذا هو. وانتم ثاني الحلوين توعي قولوا لي إذا يعني رايت عليها رأي صحيح ولا ما رايت عليها. بالنسبة لي أنا هذا هو الرأي للرايح. هذه هي الحلوين تاوعي. المهم شاركت معكم نهاري كامل كيفاش فات. بنت خالتي دارت هذيك الحفله، ودارت هذيك هذه في الحديقه تاع 11 نوفمبر اللي جايه في البلاد تاع صحه التضامن. هذيك الجرده تاعها البنات راهم يكروا فيها 500,000 وقيله، ما نقول لكم 4 سوايع، ما نقول لكم 5 سوايع. المهم ودارت كل شيء بالطبع، ودارت كل شيء بالشان كما قلت لكم. الله حوسنا وضحكنا ولعبنا، والله لا العظيم الا فاجينا ونحينا وغمسنا ونحينا دودتنا. حتى انا راكم شايفيني ماني ما خرجت بحرت، ما خرجت حوست، ما خرجت ديفوليت، ما خرجت والو، راني مع الرحله والتخمال والميناج. واذا النهار اللي بروفيتيت فيه نكذب عليكم ما نكذبش عليكم. المهم الحلوين تاعي بغيت نهضر لكم على المشايه. هذيك المشايه كنت شريتها قبل، عندها واحد 3 اشهر ولا ملي شريتها، باسكو علاه وليدي صعيب دا يا حبيب دا يوقف وكاع، كان لازم له مشايه. كاين اللي يقول لك المشايه لا ماشي مليحه تعوج الكرعين، وكاين اللي تقول لك المشايه ساعدتني وعاونتني. بالنسبه لي انا المشايه راهي لحد الان معاونتني، باسكو انا وليدي ما درتوش فيها بزاف، واصلا ما يبغيش يقعد فيها بزاف. المهم درتو فيها غير باه يتعلم يمشي. هذه هي الحلوين تاعي، هذه هي. وبالنسبه لهذيك لابوبي ماما كانت في قلبها، كون شريتها لوش تموت. المهم شريتها له 130. ديري فيها هكا تتعمر بالماء في الوسط، وفي الجنب تتعمر هو. ووليدي شحال يبغيها ويقعد يلعب فيها والله لا هايله. هذه هي الحلوين تاعي، وهذا هو كيف فات نهاري. نقول لكم نقول لكم باي باي، تهلاو لي في رواحتكم، نبغيكم نموت عليكم. ما تنساونيش الحلوين تاوعي بلي جيم بلي كومونتير، واكيد البارطاج الى عجبكم الفيديو. باي باي، تهلاو لي في رواحتكم، بيزو، باي.